أزول ولا نزول سبق وأنه حكينا في فيديو من الفيديوهات اللي قبل هذه على تأسيس على تاريخ تأسيس الحزب الحر، الدستوري التونسي، بما فيه القديم والجديد. والقديم بزعامة عبد العزيز الثعالبي، والجديد بين والجديد بزعامة الحبيب بورقيبة. وشنو صار ما بيناتهم اليوم؟ باش نحكيو على حركة الشباب التونسي، اللي كان الحزب الحر الدستوري القديم نتاج للحركة هذه اللي هي حركة الشباب التونسي. تم تأسيس حركة الشباب التونسي من ثلة من المناضلين، اللي هما في الأصل خريجي مدرسة الصادقية. وهي حركة تونسية كانت تريد أن تكون صوت سكان تونس الأصليين في وجه المستعمر. وكانوا ثلة المناضلين هذوما اللي من ضمنهم عبد العزيز الثعالبي و علي بشحامبة والبشير الصفر وعبد الجليل الزاوش وخير الله بن مصطفى. وجاءت حركة شباب التونسي في سياق حركة الإصلاح التي نشأت مع خير الدين باشا وأحمد ابن أبي ضياف ومحمد بير. تأسست يوم 7 فيفري 1907، وأصدرت لها جريدة التونسي، وكان علي بشحامبة هو رئيس تحريرها. كانت جريدة تونسية تصدر باللغة الفرنسية، وكان يطبع منها 2500 نسخة، وكان 250 نسخة منها توزع في عدة دول عربية وأوروبية، وآخر عدد صدر منها 13 مارس 1912 بعد قرار الإدارة الاستعمارية ضم مقبرة الزلاج إلى الممتلكات التي كانت تشرف عليها. صارت مصادمات، ما عجبش معناتها الرأي العام التونسي وقتها. صارت مصادمات بين الجالية الإيطالية والمواطنين التوانسة، مما تطور إلى صدام مسلح مع الجنود الحارسين للمقبرة. نتج عنه ذلك عدة وفيات من الأهالي. وبعد الأهالي ذوك عملوا لجنة إضراب. أسندت لجنة الإضراب هذه إلى المناضل علي بشحامبة. فواجهتها السلطات الاستعمارية بقيامها بنفي جميع زعماء حركة الشباب التونسي إلى الخارج، فنوفي علي بشحامبة والشيخ عبد العزيز الثعالبي ومحمد نعمان إلى فرنسا والمرسيل، تحديدا في مرسيليا. ونوفي أحسن القلاتي إلى الجزائر. أما الصادق الزمرلي والشادلي درغوث فأبعد إلى تطاوين بالجنوب التونسي. بينما تعرض العديد إلى السجن والمحاكمات بالإعدام بعد أن أعلنت السلطات الفرنسية حالة الطوارئ التي رفعت بعد الحرب العالمية الأولى 1921. وتوفي علي بشحامبة في تركيا.
هو وأخوه محمد بشحامبة. باختصار من خلال معناتها الأحداث هذه الكل، راهو الأحداث هذه الكل اللي صارت وبورقيبة مازال ما جاش، وبورقيبة ما فماش. من خلال معناتها الأحداث هذه اللي صارت، شنو نستنتجوا أول حاجة نستنتجها اللي في تونس قبل بورقيبة كان فما ستيلو، وكانت فما ورقة، وكانت فما ناس تقرأ وتتعلم وتناضل وتحاول باش توصل المجتمع التونسي إلى كما نقولها إلى أكمل صورة. وهالمزايدات هذايا تشحين معناتها الفكر التونسي البسيط بالأفكار أو بالفكر البورقيبي الوهمي، راه معناتها زايد مر عليه الزمن وش هرب. وزد على ذلك اللي نعيبوا على الإعلام التونسي، تاريخ ونضالات معناتها مناضلين كيما علي بشحامبة وكيما عبد العزيز الثعالبي وغيره 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 وغيره، ما هو نخصصوا لهم فيتيير ولا مريرة هكا في الجمعة، هكا برنامج متاع ربع ساعة نصيف ساعة على الأقل كرد اعتبار. معناتها ناس ضحات وناس ماتت وناس حاربت في سبيل تحرير تونس وفي سبيلنا احنا. خلي حتى الجيل الجديد متاع الشباب اللي طالع توا خلي يعرف مش بورقيبة 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 ما فما كان هو مش لوجيك. راهو اللي قاعدين تعملوا فيه عار حتى ليكم انتم كاعلاميين اللي تاريخكم معناها، وعلى تاريخ علي بشحامبة وما ادراك. المؤسس متاعكم اللولاني يتسمى من اوائل معناتها المؤسسي الاعلام التونسي. المفروض يكون علي بشحامبة قدوة لكم، مش تطمسوا تاريخه جملة. السلام عليكم وللحديث بقية.